السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الهستيريانز في كل مكان. وحشتوني جدا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من ملعب الهستيري. أنا مش عايز التتنيحة دي، تتنيحة اللحمة والكبدة والفتة دي مش عايزها. أنا عايز نفوق مع بعض ونصحى. فوق معايا كده واصحى عشان حلقة النهاردة مهمة قوي. نبدأ كده، وفضلا وليس امرا نعمل لايك على الحلقه دي نوصل بيها باذن المولى عز وجل لكام لاكبر عدد من اللايكات. قول مثلا 50,000 لايك دعما لحبيبك اخوك الهستيري الذي يسعى جاهدا لاسعادك. والبس مشترك في القناه، اشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. ولينك الانستجرام عندك فول كومنت، اعمل لي فولو. صلي على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم اغفر لابي وارحمه يا رب العالمين، وارحم جميع موتانا اجمعين، وانصر اخواننا في فلسطين، واجعل مصرنا امنه مطمئنه دائما وابدا يا قادر على كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. من شويه وصل احمد السيد زيزو لاعب النادي الاهلي الى امريكا. بس الغريب في حاجه، ان انا لا شفت مع زيزو بطه ولا عوامه ولا مايوهات، ولا الراجل لبس الحظاظات بتاعت اللي هي المصيف دي، ولا لبس النضاره اللي هي الصفر بتبقى منها اصفر واحمر واخضر، ولا حاجه. مفيش حتى، ده هو هي شنطه واحده فيها غيارين وتيشيرتين على بتاع مصيف. ايه ده زيزو؟ ما علينا يعني. زيزو وصل الى امريكا منذ قليل، وكان في استقباله طبعا بعض افراد الجهاز الاداري بتاع النادي الاهلي، وتوجه مباشره الى معسكر النادي الاهلي استعدادا لمواجهه باتشوكا، اللي من المستبعد بنسبه كبيره جدا ان هو يكون موجود فيها، او احتمال كبير يكون موجود مع المستبعدين من هذه المباراه برضو في المدرجات. هيبقى لابس تيشيرت النادي الاهلي او ترنج النادي الاهلي او ما الى ذلك، لان الراجل لسه واصل له النهارده. فريبيرو هيلعبه بكره، دي صعبه وهتبقى مفاجاه صادمه لو حصلت، واستبعد انها تحصل يعني. لكن هو تحت امر ريبيرو، يعني ريبيرو لو عايز يلعبه هيلعبه. انا بقول لك فنيا صعب جدا جدا جدا. الراجل خارج من فيديو تقديم، خارج من حلقه لابراهيم فايق الجزء الثاني هيعرض منها النهارده، فخارج من قصه كبيره. وخلي بالك انا بصور لك الحلقه دي ما قبل تصوير زيزو الجزء الثاني من حلقته مع ابراهيم فايق. ركز في الكلام، يعني انا مش هتستغرب هتقول لي ايه ده انت ما اتكلمتش عن الجزء الثاني ليه؟ هقول لك ممكن بكره بقى، يعني بكره في ماتش مهم. انا هتكلم معاك النهارده عن التشكيله هتبقى عامله ازاي بكره، ولكن بنسبه كبيره هنتكلم عن ماتش باتشوكا بكره. بعد بكره باذن الله تعالى نتكلم عن الجزء الثاني من تصريحات زيزو بقى، لان ده هيبقى موضوع كبير قوي يعني. طيب عايز اقول لك على حاجه بخصوص زيزو. في فيديو التقديم اللي النادي الاهلي نزله عبر صفحته الرسميه قبل ما اصور الحلقه دي، كانت الارقام كالاتي: 1,300,000 رياكت. تاني 1,300,000 رياكت على الفيديو. تاني 1,300,000 رياكت على الفيديو. اللي بعده 260,000 شير، 161,000 كومنت، وداخل في 30 مليون مشاهدة. أرقام ما شفتهاش للاعب عربي أو إفريقي في مصر أو في إفريقيا قبل كده، ما شفتش. تخطى فيديو تقديم إمام عاشور، وبالتبعية تخطى فيديو تقديم بن شرقي. قوة صفقة زيزو بالنسبة للنادي الأهلي اتكلم فيها ماديا. واحد يقول لي ماديا، اقول لك الاهلي صرف على صفقة زيزو او على نص تكاليف صفقة زيزو من فيديو تقديمه. ازاي؟ اقول لك الشركتين الراعيتين اللي كانوا موجودين في فيديو تقديم زيزو، انت بتتكلم في حوالي 200 مليون جنيه دخلت خزائن النادي الاهلي. وهنا تتكلم عن شركة الكورة، هنا تتكلم عن كيفية ادارة الموارد، هنا تتكلم عن كيفية تحصيل اموال من اسمك. ان انت عارف تجيب فلوس ازاي من ان انت الاهلي، انت عارف تدخل فلوس ازاي عشان انت اسمك الاهلي اللي عنده شعبية وجماهيرية. طب هو الزمالك ما عندوش شعبية وجماهيرية؟ عنده. انا قادر استغل ده؟ لا. يبقى اسكت بقى. بس ما شفتش فيديو وصل للارقام دي زي ما بقول لك لاي لاعب في تاريخ الاهلي او الانديه الافريقيه. ما شفتش. يمكن الفيديو اللي زي ده شفناه في الانديه العربيه كان فيديو تقديم كريستيانو رونالدو لاعبا للنصر السعودي، هو اللي عدى بقى الفلنكات،
تقريبا يعني، ولو اني مش فاكر الارقام. ولكن طبيعي كريستيانو رونالدو كل الفانز بتوعه من كل العالم هيخشوا يتفرجوا على الفيديو يعني، وهيعملوا رياكت لكريستيانو يعني. عايز اقول لك انه ركز في الجمله اللي اتكلمت فيها من شويه وهعيدها تاني. الاهلي صرف على نص قيمه صفقه زيزو لحد عقده ما يخلص، تقريبا نص قيمه من فيديو التقديم ده بس. الشركات الراعيه بتتهافت على النادي الاهلي. صفقه رقميا وجماهيريا هي الاكبر للنادي الاهلي. جماهيريا وحد يقول لي انت عمال تشير الى ايه؟ اقول لك يعني كارقام هي الاكبر، كضجه هي الاكبر. صفقه لو هتسميها صفقه القرن هتسميها صفقه القرن. هتتكلم عن ايه تاني؟ اقول لك فنيا بقى، هل زيزو فنيا هيدي المردود ده؟ هو بقى اللي قادر يرد على السؤال ده، هو اللي قادر يرد على السؤال ده. ولكني اعتقد ان امام عاشور كان وسيظل هو اهم صفقه فنيا دخلت النادي الاهلي اخر 10-15 سنه. امام عاشور في حته واي لاعب مصري تاني في حته تانيه، ليس تقليلا من زيزو، ولكن نحن امام لاعب حرفيا الكواليتي بتاعه يمكنه من اللعب في اوروبا، هو امام عاشور. ولكن العقليه، اللغه، الثقافه، الحاجات دي بتعيقه عن ان هو يستمر في اوروبا او انه يلعب في اوروبا. طيب شيكابالا اسطوره نادي الزمالك، والذي توج اول امس بكأس مصر على حساب بطل افريقيا نادي بيراميدز، قرر قرارا كان مفاجئا وصادما لي بعدما كان قد قرر الاعتزال بنهاية هذا الموسم. نعم، فشيكابالا يستقر على الاستمرار مع الزمالك خلال الموسم المقبل وعدم الاعتزال بنهاية الموسم الحالي. ممكن تحقق ايه يا شيكابالا ما حققتوش الموسم الجاي اللي انت هتقعده ده؟ يعني انت هتقعد موسم جاي، ممكن تاخد ايه ما خدتوش معانا؟ ممكن تاخد دوري ما انت خدته معانا قبل كده، ممكن تاخد الكونفدراليه ما انت خدتها معانا قبل كده، ممكن تاخد السوبر الافريقي ما انت خدته معانا قبل كده، ممكن تاخد كاس مصر ما انت خدته قبل كده، هتاخد السوبر المصري ما انت خدته قبل كده. هتحقق ايه؟ انا شايف ان انت ممكن يكون ليك دور اهم من كده. شايف ان انت ممكن يكون ليك دور اداري داخل الزمالك كمدير كوره، او تكون موجود في لجنه التخطيط، او تكون موجود مع اللعيبه في الجهاز الفني بشكل اخر. دافع ايكون لجنه التخطيط، لا عشان لجنه التخطيط انت لازم تبقى دارس. كلمني في انك مدير كوره، شخصيه قويه اللعيبه بتحبها، بيغير عن النادي، زملكاوي حتى النخاع، انما استمرارك في الملعب انا مش شايف منه اي جدوى او اي فائده. والناس ممكن تزعل الزملكاويه، بس انا بكلمك في منتهى الصراحه، انا بكلمك بمنتهى الصراحه. كان مسك الختام ان يعتزل شيكابالا وهو بطل كأس مصر، جايب للزمالك كأس مصر وهو اللي شوية اخر ضربة ترجيح. كان مسك الختام لشيكابالا. معرفش مين اقنعك بده، دي فكرتك انت، مش فاهم. خليني اقول لك ان امام عاشور تعرض لاصابة، او هي مش اصابة بالمعنى الحرفي، بل آلام في العضلة الضامة في تدريبات النهارده. وعلى اثر هذه الاصابه او على اثر هذه الالام في العضله الضامه تم استبعاده من التدريبات، وهيتعمل له اختبار او فحص ويشوفوا لو استمرت هذه الالام لنهايه اليوم اللي انا بكلمك فيه ده، اذا سيستبعد من مباراه باتشوكا غدا. ولكن كل المؤشرات بتقول ان امام عاشور اساسيا امام انتر ميامي في افتتاح كاس العالم للانديه. فخوسيه ريبيرو لو لقى ان الالام مستمره لن يغامر بامام عاشور من اجل مباراه وديه ليخسره في افتتاحيه كاس العالم. لا، هيقول له ريح يا امام، انت النهارده 7، خد لك بقى 8 9 10 11 12 13 14، معاك اسبوع استشفاء ريكفري، اجهز، انزل، عايزك اساسي في الملعب. دي الفكره. طيب، لكن الوضع بيقول ايه؟ ان امام عاشور اساسي امام ليو ميسي. طيب، خليني اكلمك في نقطه تانية مهمه جدا جدا جدا. صديق أجولة. واحد يقول لي ماله صديق أجولة؟ هقول لك حاضر، هشرح لك دلوقتي. صديق أجولة كان لاعبا في بيراميدز على سبيل الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا، وكان في عقده بند يتيح لبيراميدز تفعيل عقد الشراء، لكن سيراميكا كليوباترا غالى في طلباته المالية
اللي في ناس بتقول وصلت الى 80 مليون جنيه من اجل الاستغناء عن صديق اجولا بشكل نهائي الى سيراميك الى بيراميدز. بيراميدز رفض هذا الامر، وعاد صديق اجولا رسميا اليوم ليكون لاعبا في سيراميكا كليوباترا. سيصبح ضربا من الجنون الا يتعاقد الزمالك مع هذا الصديق اجولا. صديق اجولا هي قطعه لابد من ان لابد من ان يستحوذ عليها الزمالك. قطعه لابد ان تكون في سكواد الزمالك الموسم المقبل. لابد من ان يتعاقد الزمالك مع صديق اجولا. ما فيهاش كلمولا، انجزولا، اتفوضولا مع الودولا وخشوا كلموا الاستاذ محمد ابو العينين. حسنوا علاقاتكم مع الجميع، وطدوا علاقاتكم مع الجميع، ابحثوا عن عقود رعايه للزمالك، ابحثوا عن شركات راعيه للزمالك. هات لي الواد ده صديق اجولا ده يجي. شفت مصطفى شلبي عمل ايه؟ مصطفى شلبي لا منه ولا كفايه شره، لا في الملعب عمل حاجه ولا جاب جون واتيحت ليه بدل الفرصه 2، وضيع بيلين وضيع ضربه ترجيح، وجاي بعد كده عمل كده بعد ما خدنا الكاس بقى فعلا اللي بيتعب بيلاقي. بيتعب يا مصطفى؟ انت ممكن تكون بتتعب بالتفكير، انك بتتعب في الملعب. مصطفى ما تزعلنيش منك بقى، ما تزعلنيش منك. فعندك صديق اجولا اهو، عدم التعاقد معاه كارثه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. طيب خليني اقول لك انه تشكيل الاهلي لمباراه الغد قد ترى اقوى اسكواد للاهلي شفته من 13-14 سنه. اتكلم مثلا ان ابو تريكه اعتزل 2012-2013 قدام اورلاندو في نهائي كاس دوري ابطال افريقيا، وكان في ابو تريكه وكان في جده وكان في متعب وكان كانت فرقه، وائل جمعه وما اعرفش ايه. الاسكواد الحالي قد ترى تشكيله الاهلي اللي هقولها لك دلوقتي بكره في تمام 12:10 بعد منتصف الليل. محمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه 4. ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال يحيى عطيه الله، 2 سنتر باكات ياسر ابراهيم واشرف داري. وهي اقل خطوط النادي الاهلي فاعليه وتاثير خط الدفاع. تعال لنص الملعب واستمتع وتمزج وتكيف. هتلاعب مروان عطيه ولا حمدي فتحي؟ مروان عطيه ولا حمدي فتحي؟ اي واحد فيهم هيلعب قدامهم. هتلاعب بن رمضان ولا قفشه ولا امام ولا مين؟ بن رمضان، قفشه، امام. بن رمضان قدامهم مين؟ قفشه ولا امام؟ لا امام. يبقى نص ملعب عامل ازاي؟ حمدي فتحي، بن رمضان، امام عاشور. قاعد لهم مين بره؟ ديانج، مروان عطيه، قفشه. تستوعب؟ بسم الله ما شاء الله. طيب هجوم بقى، الهجوم الكاسح. ناحيه اليمين متاح لي مين؟ لو عايز يلعبهم يلعبهم زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر. ناحيه اليمين الاقرب انه هيبدا بطاهر. ناحيه الشمال تريزيجيه، بن شرقي. مين يا ترى؟ تريزيجيه ولا بن شرقي؟ ايه الحيره دي؟ ايه الحيره الجميله دي؟ تريزيجيه ولا بن قلبي؟ مين؟ تريزيجيه. خط الهجوم جراديشار، وسام. ايه ده؟ مين؟ جراديشار ولا وسام ولا محمد ياسر اللي هو اللعيب اللي جاي من التشيك؟ مين يا ترى؟ مين؟ بنسبه كبيره هيبقى جراديشار، لان وسام ابو علي قد لا يبدا اساسي، ولكن ممكن يبقى على الدكه. تشكيله مش ممكن. باتشوكا لم يتغير كثيرا عن اخر مباراه والتي استحق الاهلي فيها الفوز، وكانت بدايه عدم استقرار النادي الاهلي والهزيمه بركلات المعاناه الترجيحيه بعد سيناريو خيالي، بعدما تقدم الاهلي مرتين بفارق 2 ترجيح، واهدر لاعبوه مرتين كورتين يسببوا صعود الاهلي لمواجهه الميرينجي ريال مدريد، او لمواجهه السيتي، مش فاكر كان مين ساعتها اللي في النهائي. فانت قدام سكواد قوي جدا في مباراة اتوقع عليها ان تكون مباراة متكافئة، ولكن لعيبة النادي الاهلي كفتهم في ماتش بكرة ارجح بكثير من باتشوكا.
هنشوف ايه اللي هيحصل. اخواتي وحبايبي، اتمنى من الله سبحانه وتعالى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتك الحلقه لا تبخل باللايك. نوصل مع بعض بالحلقه دي باذن المولى عز وجل لكام؟ لاكبر عدد من اللايكات. انت وذوقك، كل مش مشترك في القناه اشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولينك الانستجرام عندك فول كومنت اعمل لي فولو، وانتظروني غدا في حلقه تاريخيه في السهره الساعه 3 ونص كده فجرا قبل صلاه الفجر، واحنا بنتكلم عن مباراه الاهلي وباتشوكا، سائلا من الله سبحانه وتعالى ان تكون حلقه موفقه، فانتظروني. سلام عليكم.